بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتي مع البسبوسة طلعت فاشلة جدا جدا جدا. مع أول مرة أعملها بطريقة من على النت وتطلع كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ الفيديو بتاعنا. أنا اسمي أميرة محمد. واللي بيشاهد الفيديو يا ريت يقول لي هو بيشاهده منين. وأهلا بيكم في قناتي، وما تنسوش لايك وشير للفيديو علشان الناس كلها ما تقعش في الغلطة اللي أنا وقعت فيها. هي الغلطة أنا مش عارفة الغلطة فين بصراحة. اولا البسبوسه عملتها وكل حاجه فيها تمام، وجيت احط الشربات بتاعها ما شربتهوش. دي اول حاجه، دي اول غلطه. عملت جبت فيديو من على النت وقلت اشوف البسبوسه بتتعمل ازاي، وعملت الخطوات هي بس طلعت مني بايظه. يا ريت تشيروا الفيديو عشان الناس تعرف الغلطه فين وما تعملش الغلطه اللي انا عملتها دي، والحاجه ما تتبص منها، لان انا كلفت وطلعت بايظه. جبت سكر وكرملته زي ما هم قالوا، وقال لك ممكن تحط السكر بيتكرمل كده، ممكن تحطي ميه وممكن تحطي لبن. قام حطيت ميه وسبته. فكيته كله مع بعض، السكر مع الميه فكيتها. وبعد كده رحت نازله عليها بزبده، والله زبده فلاحي. بعد ما فكيته، طبعا بعد ما فكيت السكر مع الميه، انت لما بتحط الميه السكر بيكلبش شويه وبيمسك شويه، فهو على النار مع الميه هتفكيه مع بعض. كده معايا فك اهوت، ورحت نازله عليه بالزبده الفلاحي. قلبتهم مع بعض لحد ما الزبدة هي كمان ساحت وبقت مع الخليط كويس، وسبته يغلي. هم قالوا سيبيه يغلي، سبته يغلي على البوتاجاز ورحت طفيه عليه. طبعا انا كنت محضره السميد بتاعي. اللي يعمل يا جماعه يعمل يعني اللي يشوف وصفه من على النت يعمل كميه قليله، لو نجحت معاه يعمل كميه اكبر. بس اهم حاجه ان انت تعملي كميه قليله خالص. حضرت السميد ورحت نازله بالخليط على الصميد وهو سخن. طبعا ممكن الغلطة تكون هنا، طبعا الغلطة ممكن تكون هنا، بس انا شفتها كده هم حاطين المكونات دي سخنة على الصميد. قلبته تقلبتين لحد ما المكونات اختلطت مع بعضها، وده كان منظر العجين. جبت صينية مدهونة زبدة ورحت نازلة بيها على بالصميد. نزلت بيها على الصميد وسويتها طبعا. سويتها وخبطتها على الرخامة كده شوية علشان ما يبقاش فيها هوا، وحددتها بالسكينة. طبعا التقطيع ما خليتهوش تقطيع يوصل لقعر الصينية، تحديد بس من فوق. والفرن كان شغال ودخلتها الفرن، بس طلعت ناشفة جدا 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 وما شربتش الشربات بتاعها. لو عرفتوا الغلط فين او انا غلطت في ايه، يا ريت تكتبولي في الكومنتات، يا ريت تكتبولي في الكومنتات الغلط فين، علشان انا هتجنن بصراحة وما عدتش هشوف حاجة على النت واعملها تاني. انا كنت بعملها احسن من كده بكتير. اول مره تبوظ معايا. طبعا عملت الشربات كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وسبته يغلي شويه، وبعد كده خلاص خلصت.